استثناء. فأنا بعترف بعد خبرة حوالي ربع قرن في المجال ده إن أنا في أحيان كتير كانت عواطفي بتتدخل في علاقتي برأفت، لكن على شرط. ايه هو؟ إن ده ما يكونش له أي تأثير على سير العمل، بمعنى إن ما يكونش له أي تأثير على أمن الوطن. قد كده انت حبيته؟ أنا حبيته لأنه كان راجل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تحمل كتير كتير جدا في سبيل الوطن من غير ما يتذمر، وكان على استعداد للعطاء حتى للي أذوه واللي أساءوا الظن بيه، وحتى بعد ما اعتزل. اليوم ده كان 12 سبتمبر 58، يوم مهم جدا في حياته وفي حياتك انت كمان. كان اليوم ده بداية جديدة لإنسان آخر ومختلف، مختلف عن رأفت الهجان اللي كان في الأول، وعن رأفت الهجان اللي هاجر إلى إسرائيل. كانت زيارته لروما يوم 12 سبتمبر سنة 1958 بداية لطريق صنع منه إنسان عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إنسان تفرد في تاريخ العلم ده بذروة لم يصل إليها إنسان قبله. برانتو. سينيور سامحون؟ أنا سمحون. جنوة معاك. سي جنوة؟ ألو، برانتو. أنا ديفيد شارل سمحون. ممكن أكلم سينيور ماريو روسيني من فضلك؟ هلو سنيور سامحون، انت بتتكلم من جنوة؟ بوناسيرا بوناسيرا سينيور ماريو، أنا بتكلم من روما. لأن ميعادنا بعد يومين. أنا حبيت بس أقول لك إني وصلت روما. هو الاتفاق بيننا على 4 أفواج مش كده؟ مظبوط، والفوق 250 سائح. أحب أقول لك كمان إن ماجي تورز جاهزة لتنفيذ الاتفاق. عظيم، بس في شوية أسئلة حوالين الأماكن اللي هتزورها الأفواج ومستوى الخدمة والتسهيلات، وأنا أحب أناقش ده معاك مباشرة. أنا كمان كان عندي شوية أسئلة أحب أسألها بخصوص الأسعار. احنا عندنا فكرة عن آخر أسعار اتعاملتم بيها مع الفرع الرئيسي في روما. بس لاحظ إن ده كان من سنتين. على كل حال احنا ميعادنا يوم 14 الساعة 10 صباحا وهكون في انتظارك. الو سنيور سامحون، انت معايا؟ أنت قلت الميعاد الساعة كام؟ الساعة 10 صباحا. إلى اللقاء يا عزيزي. تكونش الحكاية جد وفي أفواج بحق وحقيقي. الله، هو كان المفروض يحصل ايه؟ كان المفروض ان ماريو يقول له ان في تعديل حصل وان الاربع افواج بقوا 1030 سايح. يعني الساعة 10:30. بالظبط كده. انا خايف ان ده يعمل بلبله عند رافت. لا ما تخافش على رافت يا نديم، وايه اخبار التسجيلات؟ كل مكالمات رافت بتتسجل وهتوصل يوم بيوم. انما ايه مالك يا سيد مصطفى؟ انا ملاحظ انكم محزمين رافت بشكل صارم جدا. لان في علامات استفهام محتاجه الاجوبه يا درش. وفي نفس الوقت نحميه اذا كان في حد وراه. بس اللي انا ملاحظه يا عزيز ان اسلوب اللقاء بيه معقد قوي. الحقيقه انا هدفي من ده حاجه واحده بس. ايه هي؟ ان رافض الهجان يحس ان في حاجات كتير اتغيرت وان في مرحله جديده بتبدا. هي المشكله فعلا ان رافت يروح فرع الادرياتيكا في جنوة يلاقي افواج بالفعل وما يلاقيش وسيله التعارف اللي هو مستنيها. ده طبعا هيصير في نفسه شكوك كتير، خصوصا ان الحس الامني عنده عالي جدا يا عزيز. انا حطيت ده في اعتباري، وحطيت في اعتباري حاجه تانية كمان. اللي هي ايه؟ انه هيفضل دايما قدامه انه لازم هيقعد في جنوة 4 ايام قبل ما يلجأ للموعد التبادلي.
وفي ذروة الشك تظهر وسيلة التعارف. وده هيأكد له حاجتين. اللي هما أولا إن الجهاز بدأ يدبر له المال اللازم لشركته بطريق طبيعي وشرعي وما فيهوش أي شك، خصوصا إنه لغاية دلوقتي بيقول في تل أبيب إنه بياخد فلوس من شارل سمحون. والحاجة التانية ودي عندي أهم بكتير، وهي إنه يحس إن كل حاجة موضوعة بخطة ولازم تتنفذ بحذافيرها وبدقة متناهية. وفي الحالة دي هتبقى استجابته سريعة لما يبدأ تدريبه مع السيد نديم مهما كان عناده وتمرده. رغم إن أنا منتظر إن هو هيعصلك شوية في الأول، لكن تقديري إنه في النهاية هيستجيب وبحماس. ايه مالك يا عزيز؟ مفيش أخبار عنه لحد دلوقتي. الحكاية دي مش واضحة. المفروض إن الميعاد الساعة 10:30، وهو مصمم إن الميعاد الساعة 10. 4 7 5 3 2 6 4. برونتو، ها ايه الاخبار؟ في حاجه تاني؟ طيب هكون في المكتب بعد نص ساعه. خير يا سيد مصطفى؟ إيه متضحكنا معاك يا درش؟ رأفت ساب اللوكان ده بعد ما خد ميعاد من لورا. لورا؟ مين لورا دي؟ بنت اتعرف عليها من سنه ونص واتعود يشوفها كل ما ينزل روما. ودي ايه مش ناويين تنزلوا تتفسحوا؟ ما زهقتوش من الشغل؟ ليه مالك يا عزيز؟ ابدا، انا اصل انا لا رأفت ما يتخافش عليه. خلال المده اللي اتعاملت فيها معاه كان حرصه على تأمين نفسه مخلي متابعتنا ليه من اصعب الامور، لدرجه ان يسري في يوم من الايام اشتكى وطلب ناس زياده. ده الى جانب ان لورا بتشتغل لحسابنا احنا. كده يبقى تمام. ها قررتوا ايه؟ احنا تحت امر السيد نديم، واللي انا اعرفه انه خبير في روما. أنت رحت الدونيه؟ ايه الدنيا دي؟ إذا جيت روما وما رحتش الدونيه يبقى كأنك ما جيتش خالص. خلاص نروح الدنيا. هي دي بقى قهوة الدنيا؟ هي دي الدونيه يا عزيز. ايه اللي يزيد بقى فيها عن اي قهوة في روما؟ طيب بص كويس كده شوف مين اللي قاعد ورايا في آخر القهوة. ده صاحبنا اللي انت وريتني صورته في مصر، بريودة. طب يلا بينا. على فين؟ انت مش تعرف ان انا كنت بلعب ملاكمة زمان؟ اعرف انك انت لعبت ملاكمة وكرة قدم وسكواش وشلت حديد كمان. الرياضة علمتني حاجة مهمة جدا، ايه هي؟ ان مواجهة الخصم من حيث لا انتظر هي اضمن وسيلة للانتصار. في ترابيزة فاضية جنب صاحبنا، تعالى نقعد عليها. يسري، بكره الصبح تسافر جنوا، تأمن الشقة كويس قوي وتطمني بنفسك على كل حاجة. هروح لوحدي ولا هاخد فرانكا معايا؟ لا هتروح لوحدك، فرانكا هتحصلك على نفس القطر اللي هيسافر عليه ديفيد. فرانكا، مش عاوز انبهك، ديفيد شافك قبل كده مرتين، مرة بوركان فيزوف ومرة في إسرائيل. معنى ذلك ممكن يتعرف عليك لو شافك مرة ثالثة، واحنا مش عايزينه يحس بأي شكل من الأشكال إننا موجودين حواليه. اطمن سينيور. أهم واجباتك على الإطلاق دلوقتي إنك تفتحي عينك كويس قوي وتشوفي إذا كان في حد من رجالة باري هودا هيركب معاه القطر ولا لأ. سيادتك لازم تطمن، باري هودا مفيش حد في دماغه دلوقتي غيرك. برونتو، سهرة ب1,000,000 جنيه. مين هيكون موجود؟ الشلة كلها. معقولة؟ جرب بنفسك إذا حبيت. طب احجز لي ترابيزة. ده مدحت. في حاجة يا فندم؟ مش هتصدقه،
ما تخليش المفاجأة تبان عليك. مفاجأة من أي نوع؟ من نوع خيالي. شوف مين اللي معدي في الشارع بره على الرصيف. زي افلام السينما بالظبط. معقوله كل ده حصل؟ دي لحظات من الصعب الإنسان ينساها مهما مرت عليه الأيام والسنين. أنا ساعة ما شفت رأفت معدي من قدامي ومعاه لورا سألت نفسي سؤال، يمكن لأني كنت لسه مبتدئ. إيه اللي يحصل لو إن كل الأطراف عرفت بحقيقة الموقف؟ حياتكم صعبه جدا. هي صعبة لدرجة إن موقف زي ده يعتبر نوع من أنواع الترفيه. ترفيه؟ أيوة، بالقياس للي حصل بعد كده بيومين. برونتو. كده. طيب اوكي. على السلامة. في أخبار يا سيد نديم؟ ده كان مصطفى. رأفت ركب القطر؟ معاه واحد من رجالة بني هدى. وايا كان اللي قدامك لابس الكرافات ما تبداش انت تتكلم الا لما هو يكلمك. يعني استنى لما هو يسألني؟ هيسألك. يقول لك ايه؟ هيقول لي الساعة كام دلوقتي مثلا يعني. ديفيد مفيش حاجة اسمها مثلا. اوكي خلاص انا اسف. هيسألني يقول لي الساعة كام دلوقتي؟ هيكون ردك ايه؟ 5 تحت الصفر. هيقول لك ايه؟ معقول؟ الدنيا حر قوي. طب افرض ان اللي سألني سؤال ما كانش لابس الكرافات. يبقى هيسألك يقول لك ايه؟ تمام. هقول لي الساعة كام؟ سؤال طبيعي جدا. ممكن اي حد يسأله لك وبأي اسلوب حتى لو كانت الكلمات هي. وفي الحالة دي بقى ارد عليه فعلا يعني؟ بشكل طبيعي تماما. يعني اللي هيفرق هي وسيلة التعارف. لكن تفتكر في احتمال انهم يكونوا ماشيين ورا رأفت؟ وفي احتمال انها تكون مجرد صدفة. ايه اللي يخليك تقول كده؟ كل الدلائل بتقول ان رأفت ما كانش متبوع من ساعة ما نزل من الطيارة لحد ما ركب القطر. ايوه بس مش في احتمال انه... ايوه طبعا في احتمال، لكن احتمال ضعيف جدا. حتى لو كانت صدفة، مجرد وجود واحد من رجالة بني هدى في جنوة مسألة ما تطمنش. عزيز، اكيد بني هدى له رجالة في جنوة، مش محتاج يعني انه يبعت واحد ورا رأفت. على العموم كلها ربع ساعة والقطر يوصل ونعرف ايه الحكاية بالظبط. بتدور على حد؟ متقلقش، بدور عليه نزل في نص السكة. يلا بينا. يعني العطا رسي علينا. اوكي، على العموم فتح عينك كويس، واذا احتجت اي مساعده اديني خبر. اقدر اسال يا فندم ايه الحكايه؟ فرانكا شافت واحد من رجاله بني هدى وهو بيركب القطر. الحمد لله، انا كنت خايف لا يفلت منها. وشافته وهو نازل من القطر في نص الطريق. يعني عشان كده كانت اول حاجه تعملها في جنوة
انها تتصل بسرعه وتبلغ. هايل. وايه اخبار ديفيد؟ ما انت هتعرف لما تروح جنوة. حجزت تذكره. برونتو. الو سينيور ماريو. الو سنيور سامحون، وصلت جنوة؟ من نص ساعة. ميعادنا بكرة الساعة 10. هو الميعاد 10 ولا 10 ونص؟ لا سنيور سامحون، 10 تمام ميعادي معاك. اوكي، بكرة الساعة 10. وبعدين في الحكاية دي بقى، أنا رجعت حليت شفرة تاني والميعاد كان 10:30. يمكن يكون حصل غلط. مش ممكن، مستحيل يحصل غلط. عموما المهم هي وسيلة التعارف. بونجورنو سينيوريتا. بونجورنو سينيور. أنا في عندي ميعاد مع سينيور ماريو روسيني. سينيور سامحون. سي. كده نبقى متفقين على كل حاجة وتفضل شوية تفاصيل. أنا كنت واثق إن إحنا هنتفاهم على كل التفاصيل. بعتقد إنك لازم تقرا العقد. يعني لمجرد العلم بالشيء. ماريا. سينيور ماريا. تعالي وصلي سينيور سامحون لمكتب رومولو. اقرا العقد على مهلك، وإذا كان عندك أي ملاحظات بلغني بيها بفضلك. سينيور سامحون. سي. مرحبا سينيور سامحون، تفضل. تفضل سينيور سامحون. قريت العقد يا سينيور سامحون؟ وكان ليا بعض الملاحظات قلتها لسينيور رومولو. وهو قال لي إن مفيش خلاف، إنما في حاجة سينيور ماريو؟ سينيور سامحون عارف بالتأكيد إن الإيطاليين كاثوليك، وإن الأماكن المقدسة لها أهمية خاصة عندهم. سينيور ماريو، أرجو إنك تطمن تماما إلى إن البرنامج المتفق عليه هيتنفذ بالظبط، وإن عملائك هيجدوا كل السعادة وهيلاقوا كل الرعاية والترحيب. سمعنا إنك انفصلت عن السيد ظروف شريكك. يظهر إن أدرياتيكا مهتمة جدا بأخبار الشركات اللي بتتعامل معاها. على كل ميعادنا بكرة الساعة 10 برضو لتوقيع العقد بعد التعديلات اللي أنت طلبتها. ما فاضلش إلا بكرة، وبكرة هو اليوم الرابع. يعني لو ما ظهرتش وسيلة التعارف يبقى لازم أرجع واستنى الميعاد التبادلي. طب أرجع فين؟ مصر ولا إسرائيل؟ إنما أنت ليه سبتني بقى أنتظر ال4 أيام بحالهم يا مصطفى بيه؟ علشان نطمئن انك في امان وان مفيش حد وراك. ايه دي؟ إيه؟ انا مش عارفه انت ازاي اشتريت كرافات ذوقها وحش بالشكل ده. لكن ايه حكايه ادرياتيكا دي؟ مالها أدرياتيكا سيرينا؟ انا قلت لك ان مفيش حاجه بتستخبى في تل ابيب. كانوا عارفين، يكونوا هما اللي يكونش الإسرائيليين كشفوني وهم اللي رتبوا حكاية أدرياتيكا دي عشان يقبضوا عليا متلبس. يدوروا بقى على اللي هيرجع لهم تاني. سينيور سامحون، ده شيك بالمبلغ المنصوص عليه في العقد. أرجو التعاون بيننا يجيب نتائج كويسة. وأنا أؤكد لك إن أفواج أدرياتيكا هتلاقي في إسرائيل مفاجآت ما تتوقعهاش. عظيم كده، كويس قوي.
لا مش ده المهم، المهم ان انا اشوفك. طبعا عندي اسئله كتير حوالين الصفقه وعايز اجابات عنها. كويس كويس، مع السلامه. ايه الاخبار؟ يظهر ان الخطه نجحت. يا رب. قلقان؟ قلقان لاني ما عنديش خبرتك يا سيد نديم. فتستلم الشيك من الشركه. ورجع لوكاندا؟ لحد دلوقتي لا. الله، ما راح فين؟ ولا مكان، مدوخ المجموعه بتاعتنا وراه في شوارع جنوة. وعلى رجليه. بس على الله ما يفقدوش اثره. يسري جاي الساعه 5. يعني قبل الميعاد بساعه. أنا متأكد إنه هيقدر يستوعب كل اللي بيحصل ده. أنا عارف قد إيه هو بيتعذب دلوقتي. أنا حاسس قد إيه هو تعب في إسرائيل في السنوات اللي فاتت. كل اللي إحنا اتعلمناه وكل التجربة الإنسانية بكل تنوعها واللي اتحولت إلى قوانين بتقول إن رأفت كان لازم يرجع مصر دلوقتي. تشرب قهوة سنيور؟ لا انا الليله دي محتاج لحاجه تانية خالص غير القهوه. سكوتش دوبل سك. اوكي. لا عارفه كويس. مع السلامة. السيد نديم لبس ولا لسه؟ عايزين نلحقه قبل ما يمشي. ثواني وهكون معاك يا يسر. لا واسكت. اوعى. هو احنا فين؟ في جنوة. مش ممكن. المفروض اكون في ليفربول، مراتي هتولد النهارده. اوعى. كلها ساعتين ويبقى لازم ارجع. بس ارجع فين؟ مصر ولا اسرائيل؟ تشرب قهوة سنيور؟ ويسكي. يا دي الليلة. متأسف خالص. متأسف. لا ما فيش داعي للأسف إطلاقا. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 5 تحت الصفر. الدنيا حر أوي. ما تاخد لك كاس. كنت أتمنى بس أنا عندي ميعاد في 704 شارع جوفاني ألدو، شقة 914 بكرة الساعة 7. طب يعني ممكن تاخد كاس معايا؟ مش أنا قلت لك أنا مش هقدر، وأنا عندي ميعاد بكرة الساعة 7 في 704 شارع جوفاني ألدو، شقة 914. ريفاديرتشي. ما بحبش الأخبط. تعالي اقعدي. تشربي قهوة، تشربي ويسكي، تشربي بدنجان، هشربك اللي انت عايزاه. ويسكي.
704 شارع جوفاني ألدو. 704 شارع جوفاني ألدو، شقة 914. بكرة الساعة 7. أربعة 7 و4 11 الصفر زي ما هو تبقى 110. جوفاني ألدو، جوفاني ألدو تبقى كريستوفر كولومبوس، يبقى 110 شارع كريستوفر كولومبوس. شارع جوفاني ألدو 914 يبقى 5 و9 14. 4 زائد 1 5 يبقى 145. 110 شارع كريستوفر كولومبوس، شقة 145. الساعة 7 تبقى الساعة 5. مش عايزة كلام. اوكي. مية وعشرة كريستوفر كولومبوس، شقة 145، الساعة 5. السيد ديفيد تشارلز هون، مدام جادوسكي اتصلت من تل أبيب، طلبوا اتصال بالمكتب بالضرورة. ديفيد ارجع تاني من فضلك، ارجع لي تاني. فرانتو، من فضلك ممكن أكلم إسرائيل؟ عرفتوه في إلياه. ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا استر؟ كنت منتظرة تليفون من ديفيد. اتكلم. انت لسه متصورة انه هيتكلم بعد المدة دي كلها يا استر؟ من فضلك إلياه. ديفيد سمحون كان متعود كل ما يسافر انه يكلمك من اي مكان بيروح فيه. عاوز تقول ايه إلياه؟ ابدا، بس انا كنت عايز اسال هل ده طبيعي انه يسافر من اسبوع واكتر وفي الظروف اللي بتمر بيها الشركه من غير ما يسيب خبر هو فين او عمل ايه؟ انت مصدق كلام اورلو ظروف؟ انا مصدق كلامك انت اللي قلت لي انك حاسه ان ديفيد مش راجع تاني. هي دي المشكله. امال ايه المشكله؟ اورلو جالي النهارده تاني. عايزك معاه في الشركه الجديده؟ استر، انا مش عايز اتدخل في شغلك، انما قلت لك إلياهو من فضلك، كفايه بقى الكلام اللي سمعته النهارده. في جديد في كلامه؟ انت عارف ان اورلو عنده كل يوم حاجه جديده. عن سمحون؟ قال لك ايه؟
قلت لها كل حاجه. قلت لها اني سالت في شركه ادرياتيكا روما اذا كان في افواج عشان ماجي تورز ولا لا، وانهم قالوا لي انهم ما يعرفوش حاجه من دي خالص، ما عندهمش فكره لا عن برقيه ولا عن افواج. وهي قالت لك ايه؟ صوري السيبال قالت لي انت بتسال بصفتك ايه؟ وانت قلت لها ايه؟ ما انت عارفه بقى استر، على طول عصبيه ودماغها. كارلو انت قلت لها ايه؟ قال لهم انه شريكه. ما سألهمش عليه؟ سألهم، قالوا له انهم ما يعرفوش عنه حاجة. معناه ايه الكلام ده؟ الحكايه دي مش عجباني، مش داخله دماغي سيبال. انا مش فاهمه حاجه ابدا اورلو. وهي دي عايزه فهم. اذا كان الناس اللي هو رايح لهم ما يعرفوش عنه حاجه، امال ايه حكايه البرقيه دي اللي قال لنا عليها نينو؟ في برقيه وسط نينو شافها وقراها وسمعهم بيتكلموا عنها. واذا كان شركه ادرياتيكا بتقول ان ما عندهاش فكره عن الموضوع، يبقى مين اللي بعت البرقيه؟ هو سافر روما